او لما اوصل 100,000 على اليوتيوب، ربع مليون على الفيسبوك، ربع مليون على التيك توك، اخد اكتر ناس متفاعله معايا شير او كومنت او ريتشات، تعلي ريتش او الكلام ده كله، ان انا اخدهم معايا في فيديوهات، اعمل لهم الفيديو اللي هم عاوزينه في الاستوديو بتاعي فري خالص. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا بعمل الفيديو دوت عشان النهارده حصلت لي حاجه خاصه كده خلتني يعني مبسوط شويه، الحاجات القليله اللي بتبسطني يعني في الدنيا يعني الصراحه. طبعا انا من الناس اللي بينشئوا محتوى، فبيجي لي طبعا رسائل كتير على الخاص، انت فين؟ انت ما بتعملش فيديوهات كتير ليه؟ انت ما بتظهرش ليه؟ الفيديو الجديد امتى؟ فعادي يعني معتبرهم ان هم ناس ايه، يعني ناس بتسال، يعني ما يبقاش برضه نفس الشعور اللي الواحد حاسه النهارده. يعني انا النهارده كنت قاعد في مطعم مع مجموعه من صحابي، طبعا بنتكلم ممكن في شغل وكده، لقيت حد جاي بيسلم عليا وبحراره ومبسوط كده وبيضحك لي، وضحكته الصراحه بسم الله ما شاء الله عليه يعني. وبيقول لي انت فينك؟ انت بقالك فتره طويل ما بتنزلش فيديوهات ليه والكلام ده كله، انا متابعك على الفيسبوك وحتى على التيك توك، وجاي لك من على التيك توك والكلام ده كله. فالانبساط اللي هو فيه حسسني بشعور كده ان انا ايه، خليت حد مبسوط. فاهمني؟ لما تخلي حد كده يعني ممكن يبقى زعلان وتبسطه، او يبقى مستني الفيديوهات بتاعتك عشان تبسطه، شعور كده غريب مش عارف الصراحه، اول مره احسه. يعني يمكن حسيته لما هو دوت شخص جاي يكلمني مخصوص وتعب نفسه ان هو جاي يسلم عليا والكلام ده كله، وراح قايل لي والله المحتوى بتاعك اللي انت بتقدمه شاق جدا وصعب وانا مقدره. فمن كلامه كده حسيت ان هو ممكن يكون في مجال الجرافيكس وكده، فمقدر الشغل اللي بيقدمه. حتى قاعد يقول لي ده انت والله انا شايف ان شغلك مظلوم ومش واخد حقه والكلام ده كله، وانت مهدور حقك، كلام من ده يعني من نفس القبيل ده. فيعني حسيت ان ممكن يكون الموضوع مؤفور، ان انا مش واخد حقي والكلام ده كله. يعني حتى لما حد بيكلمني في الموضوع ده يقول لي مثلا ايه، انت الفيديوهات بتاعتك مش واخده حقها، استمر وان شاء الله ربنا يكرمك وتنشهر، الكلام ده كله، انت المفروض ان انت تمثل. والله يا جماعه انا مش ممثل، يعني انا يجي في الاول والاخر انا مش ممثل، يعني ما درستش تمثيل او حاطط في بالي التمثيل يعني. وكل الحكايه ان انا شغل جرافيكس وديزاين، فحبيت ان انا في حاجه فان كده اعملها. يعني كان سلسله الفيديوهات السوبر هيروز المصريه اللي كنت عاوز اعملها من حوالي، يعني كنت لسه بقى في سنه اولى كليه ولا ثانيه كليه، فكان عملت الفيديوز ديت ونزلتها وما نجحتش يعني. وفي بعض يعني اللي حصل ان كذا قناه يوتيوب اتقفلت لما بعرض، لاني حاجات محتوى وبتاع، حاجات كده تبع الاجانب يعني. المهم يعني، فحبيت برضو ارجع للموضوع بس بطريقه فان شويه في الفيديوهات المصري وبتاع. فحصل عليها شويه اقبال في التيك توك، وبعد كده الموضوع اتوقف بعد كده. يعني الفيديو لا اما يعلى عليه ناس تعمل مشاهدات جامده وبتاع ويضرب جامد، لا اما ما يسمعش خالص والناس ما تعبرهوش خالص. فكان بالنسبه لي الموضوع فاني، مش حاطط في بالي ان هو الحاجه الاساسيه. بس الصراحه بعد اللي انا شفته النهارده من الشخص دوت وبتاع، حسيت ان ممكن الواحد بيعمل حاجه مهمه، ممكن تبقى بالنسبه لي انا حاجه عاديه خالص او بتاع، بس بالنسبه لشخص تاني ان هو شافها وبسطته وضحكته، شعور حلو ان انت تلاقي حد مبسوط قوي كده ان هو شافك عشان انت بسطته في يوم من الايام. مش عارف اعبرها لكم ازاي. بس المهم يعني، بعد دوت انا وانا ماشي كده قررت، يعني قعدت افكر هو انا ليه ما بعملش فيديوهات اكتر؟ ليه الموضوع ليه صعب بالنسبه لي؟ فالصراحه انا قلت ان انا اتكلم معاكم بصراحه دلوقتي. اللي انا بشتغل عليه برامج غاليه جدا، فلوسها غاليه، بدفع كل شهر مبلغ وقدره بالدولارز كمان. الازمه اللي احنا فيها في الدولارات ديت، وغير كده وكده بدفع كمان 10% زياده على الدولارات اللي انا يعني الحمد لله الواحد بيشتغل شغل بره فبيجي له دولارات بتسد دي مطرح دي يعني. بس يعني زي ما بقول لكم كده، البرامج دي مكلفه، فيها اشتراك شهري طبعا فري داونلود والكلام ده كله لمده اسبوع. كده انت بتبتدي تدفع فلوس طبعا. طبعا مش كل اسبوع انزل برنامج، فطبعا برامج بشتغل عليها والداتا لازم تبقى محفوظه عليها، فلازم ابقى شغال عليها على طول. دي كده الطريقه السليمه. ولازم أنا ادفع اشتراك شهري كل شهر، لا اما كل 6 شهور لا اما كل سنه، على حسب كل برنامج وعلى حسب النظام بتاعه. المشكله بقى ان في حاجات بتنزل طبعا بكسر سيريال نمبر ان انت تشغلها عادي، وخصوصا ان احنا في الشرق الاوسط ما عندناش رقابه ان انت تنزلها وتكسر السيريال بتاعها، ما فيش اي احكام قانونيه عليك. بس انا ما بشجعش ده الصراحه، لان ده في الاول والاخر سرقه وحرام، وما بشجعهوش. حتى لما جيت في الاول خالص يعني من حوالي، او لما ابتديت على اليوتيوب ان انا اشرح البرمجه والكلام ده كله، لقيت بعض البرامج اللي هي بفلوس ولازم العميل ينزلها، طبعا هيكسر السيريال نمبر بتاعتها او يعتبر بيسرقها، فانا اللي هتحمل ذنبه ان انا دليته على طريق السرقه ده.
فمنعت الموضوع وبعدت عنه. والشبهات، ابعدوا عن الشبهات، وانا على طول بحاول ان ابعد عن الشبهات. غير كده وكده ان انا كل فتره بيحصل عندي تالف في الاجهزه اللي انا بشتغل فيها، او بتبقى عاوزه تتحدث على الاقل كل سنه. يعني بغير من 25% ل 30%، كمان ممكن توصل ل 40% من الاجهزه اللي انا بشتغل عليها كل سنه. وكل 3 سنين لازم اغير السيت اب كامل بيتغير طبعا لجيل جديد. فده بيبقى مكلف جدا، فلوس مش قادر اقول لكم ان هي مكلفه قد ايه. فالموضوع ان انا اعمل فيديوهات اكتر ده هيبقى عاوز طبعا حاجه تسد مطرح الحاجات اللي انا بصرفها دي. فطبعا بيبقى عندي الاولويه. انا طبعا انا واحد ملتزم ان انا لازم يبقى اوصل لهدف معين، الكلام ده كله تارجت معين. ناس كمان بتبقى شغاله معايا ملزوم منها، ناس واخد منهم شغل، فلازم التزم مع الناس دي قبل ما التزم معاكم. معلش يعني انا صريح ان انا التزم معاكم في فيديوهات انا مش راجع عليه عائد زي الحاجات التانية. يعني ان ناس تانية ممكن شغلها متوقف، الكلام ده كله. نرجع برضو للفيديوهات. انا لما باجي اعملها بحس ان مفيش اقبال جامد. هتقول لي ان انا حاسس ان انا مظلوم، مش لدرجه الظلم، بس انا ببص لها من ناحيه ايه، ان كل حاجه ايه اسمه ونصيب، وكل حاجه رزق. بس هتقول لي ان انت لما بتشوف حد مثلا عامل حاجه اقل منك بكتير جدا يعني، وتلاقيه مسمع تزعل. ازعل، بس مش لدرجه بقى ان اتضايق واغل والحقد والكلام ده كله. الحمد لله ما عنديش ده. هو ممكن بس ان انا ايه يبقى عندي الدافع ان انا اعمل حاجه احسن، ان انا اثبت احسن. ربنا ممكن ان شاء الله بيكرمني، ممكن ما يكرمنيش في الشغل اللي انا بعرضه ده، بيكرمني في حاجه تانية، رزقي في حاجه تانية. هو دوت اللي انا مؤمن بيه. بس اللي انا امنت بيه النهارده ان بعد الضحكه اللي انا شفتها مع الشخص دوت والانبساط اول لما شافني ده، حسيت ان انا لازم اعمل فيديوهات اكتر واعرض اكتر. فالكل اللي مطلوب منكم دلوقتي ان انا اعمل فيديوهات اكتر، لازم يبقى في دعم، لازم يبقى في مقابل، يرجع لي فلوس من الفيديوهات اللي انا بعملها دي عشان اقدر اعوض حاجات تانية، البرامج اللي انا شغال عليها او الكلام ده كله. ايه الدور اللي عليكم؟ الدور اللي عليكم ان انتوا تحاولوا تعلوا الريتشات جدا على قد ما تقدروا. اي حاجه انشرها او اي فيديوهات انشرها يا ريت يبقى في شير ولايك وكومنتس طبعا. وان شاء الله انا قررت اول لما نوصل ان شاء الله لربع مليون على فيسبوك، انا قررت ان انا اخد اكتر ناس متفاعله معايا على الفيسبوك كشير او كومنت او ريتشات، تعلي الريتش او الكلام ده كله، ان انا اخدهم معايا في فيديوهات، اعمل لهم الفيديو اللي هم عاوزينه في الاستوديو بتاعي فري خالص، وعلى الفيديو اللي هم عاوزينه باي ستايل، باي سكتش هم عاوزينه، باي حوار هم عاوزينه. ان شاء الله اختار الناس المميزه. طبعا اكتر ناس الاقيها بتشير الفيديوهات بتاعتي، اكتر ناس بتتفاعل، هم دول اللي اختارهم ان شاء الله. وفي كام واحد كده في دماغي طبعا بيتفاعلوا معايا كتير وعارفهم بالاسم وبعتوا لي رسائل يعني، وبسم الله ما شاء الله عليهم، بحس ان في تحفيز منهم شويه. واول لما اوصل ل 100,000 ان شاء الله على اليوتيوب، طبعا اليوتيوب اهم لانه فلوسه بتبقى اهم طبعا، ان شاء الله هختار ناس برضو من على اليوتيوب او برضو من الفيسبوك تيجي تعمل معايا فيديوهات برضو في الاستوديو اللي هم عاوزينه، ومش هطلع معاهم يعني، حتى لو هم مش عاوزين اطلع معاهم في الفيديوز والكلام ده كله. واي فيديو هم عاوزين، فيديوهات اجنبيه عربيه الكلام ده كله، انا ما عنديش اي مشكله. عاوزين جرافيك وموشن جرافيك، اللي هم عاوزينه، كل حاجه اللي هم عاوزينها هعملها. ودوت يعني بعد الضحكه اللي انا شفتها النهارده، الناس دي تستاهل بجد، وقدرت يعني ان هم يقدروا الواحد بيعمله. ادي اول حاجه قلنا الفلوس. تاني حاجه زي ما بقول لكم كده، التفاعل على الفيديوهات بتاعتي. حسيت ان في بعض الناس انها بتشكك في الفيديو اللي انت عامله. يعني في ناس مثلا ايه مش فاهم، او هم مش فاهمين، بس يعني يقول لك ايه ده شغل جرافيك بربع جنيه، فوتوشوب بربع جنيه، الكلام ده يتضايق. يعني ان انت تبقى عامل شغل مثلا بياخد منك فتره ومجهود وباذل فيه مجهود، وحد يجي يقلل منه، ده يضايقك. ده كان زمان، لحد ما طلع بقى الناس فهمت، عرفت حاجه اسمها ذكاء اصطناعي والكلام ده كله. دلوقتي بقوا يلبسوها للذكاء الاصطناعي، يقولوا لي اللي انت عامله ده شغل ذكاء اصطناعي، انت ما بتعملش حاجه، انت يا دوب تكتب للكمبيوتر يعمل ايه وهو يعمله. والله لو في حاجه اللي انتوا بتقولوا عليها دي، اعمل لكم اللي انتوا عاوزينه. وعلى فكره انا هعمل لكم فيديو على خطوره الذكاء الاصطناعي الفتره اللي جايه. يعني انا اكتر من واحد من الناس اللي كانت بتتكلم وتنادي ان التكنولوجيا وكله لازم يشتغل على التكنولوجيا ولغه البرمجه، انا هكلمكم على الذكاء الاصطناعي بادئ ازاي. بادئ بحاجه ممكن تدمر البشريه، وانا بقول لكم مش هقول لكم 2060، انا بقول لكم 2040 ممكن التكنولوجيا هي اللي تسيطر على العالم كله. الذكاء الاصطناعي بالمعلومات اللي احنا عمالين نديها له بفرط من غير ما يبقى فيها احكام، واقول لكم ليه بس في فيديو تاني. بالنسبه برضو للناس اللي بتقلل المحتوى اللي انا بعمله، يا جماعه طالما انتم مش مقدرين الحاجه اللي الواحد بيعملها بلاش تعلقوا.
يعني يمكن ان الواحد بيتاخر في الفيديوهات والكلام ده كله، زي ما بقول لكم ببدي ناس تانية على الفيديوهات اللي انا بعملها دي، لاني اولا بيبقى مطلوب مني مصاريف زي ما بقول لكم، ثانيا بلاقي فيه هجوم عليا. طب انا ليه يحصل لي هجوم وبتعب والكلام ده كله؟ وهنا في طريق تاني ممكن امشي فيه وكويس، والناس ما تزعلش مني لو كنت زعلت حد مثلا، ان مثلا بيبقى مستني فيديو وما ببعتوش، او حد بيبعت لي على الخاص ما بعرفش ارد. برضو الناس اللي بتيجي تسالني انت شغال على فيديو على برنامج ايه يا غالي؟ انا مش شغال على برنامج معين، انا شغال على برامج، وكل برنامج على حسب المشهد او على حسب الظروف او على حسب حركه الكاميرا وعلى حسب حاجات كتير. فاحنا ده كله يعني الناس اللي فاهمه في المجال بنخليه يندرج تحت كلمتين، هما مونتاج وجرافيكس. بس هو بيبقى جرافيكس اكتر، مونتاج ده ان احنا تقطيع والكلام ده كله. زي ما بقول لكم اول لما الاقي فيه دعم كبير انا هبتدي اعمل فيديوهات شرح، واعمل فيديوهات شرح على الافكتات اللي بتتعمل في الافلام الاجنبيه. الافلام الاجنبيه اللي محدش عارف يعملها هنا في مصر، اللي هي مثلا زي الحاجات الشعوذه والسحر والكلام ده كله، اللي هو هاري بوتر هبركه جبره وان هم يلفوا والكلام ده. الشغل ده كله معمول من التسعينات والثمانينات بره، ولحد دلوقتي احنا مش عارفين نعمله في مصر، او ممكن يكون مفيش التكلفه اللي بتتصرف عليه في مصر زي ما بيتصرف عليه بره. رغم ان هنا في مصر يعني المفروض ان انت بتعمل فيديوهات وبتعمل مسلسلات بيتفرج عليها الوطن العربي كله. يمكن احنا في الفتره الاخيره ابتدينا نرجع لشغل الجرافيك، واقول لكم على اكتر مسلسل اشتغل فيه شغل جرافيكس وممتاز، المداح الصراحه، خصوصا مداح 2 في شغل جرافيكس ممتاز جدا. اشتغل على شغل الجرافيكس هنا في مصر وشغاله، وعشان كده بحترمه جدا. يوسف الشريف، معلش استاذ يوسف، انا ما انسى يوسف الشريف لان هو متعلق في دماغي ان هو محمد، يعني عشان اسمه الحقيقي محمد. بالنسبه يا جماعه بقول لكم ان شاء الله في فيديوهات جديد كتير هتنزل الفتره اللي جايه بستايل جديد بشكل جديد، وان شاء الله بفكر كمان ان انا ادخل شغل ال 3 دي مودلز والكلام ده كله اللي انا بعمله بره ادخله هنا، اعمله في فيديو اكتر. وبوعدكم ان شاء الله اول لما اوصل لل 100,000 والربع مليون على الفيسبوك وربع مليون كمان على التيك توك، وانا شايف ان ده حقي والله العظيم. يعني انا شايف ان انا اللي زي مش هقول لكم ان انا بفخر في نفسي يا جماعه، معلش انا بقول دايما كلمه الناس اللي بتقول مثلا عليا ان انا مغرور او الكلام ده كله، بقول اللي ما يعرفش قيمه نفسه يروح يدفن نفسه. في فرق ما بين الغرور وان انت تعرف قيمه نفسك. قيمه نفسك ان انت راجل بتتعب وبتعمل شغل ومحدش، مش هقول محدش يعرف يعمله، لا، ان انت بتوصل لحاجات جديده. والله يا جماعه انا مش عاوز اقول لكم ان انا كنت مسابق الذكاء الاصطناعي، يعني كل الحاجات اللي الناس بتشتغل عليها دلوقتي ومبهوره عليها بالذكاء الاصطناعي، انا وناس كتير زيي موجودين كانوا مسابقين الذكاء الاصطناعي بكتير وكانوا بيعملوها بكل سهوله. زي ما بقول لكم كده انا هبتدي اشرح فيديوهات، كل الحكايه اللي انا عاوزه منكم الدعم، وزي ما بقول لكم كده ان شاء الله 100,000 على اليوتيوب، ربع مليون على الفيسبوك، ربع مليون على التيك توك. وانا شايف ان ده كمان اقل من حقي بكتير والله يا جماعه. من الفيديوهات اللي انا بنشرها انا بشوف ناس بتعمل حاجات اتفه من كده بكتير وبتضر المجتمع اللي احنا عايشين فيه، مش تفاهه وبس، ده لا، ده قله ادب وانحطاط، وبيبقى التفاعل عليها احسن من كده والدنيا معاهم ماشيه اكتر من كده. فزي ما بقول لكم كده يا جماعه ان شاء الله انتظروا فيديوهات كتير اكتر. حتى انا حابب اعرض لكم حاجه واحده بس عشان تتابعني. ده كده شغل جرافيك 3 دي، ديت موديلز انا كنت شغال عليها بقالي حوالي ممكن اسبوع او اقل من اسبوع. فبعد ما خلصت الموديلز حبيت ان انا اعمل حاجه عليها حاجه كده فن، وهتنزل قريب. ده شغل زي ما بقول لكم، ده شغل بيتعمل بفلوس كتير جدا ومتعب جدا ان انا اعرضه كده فري. دوت بيبقى يعني مجهود يعتبر برميه في الارض ببلاش، فالمقابل ليه زي ما بقول لكم كده التفاعل والفلوس اللي هترجع لي من على اليوتيوب والفيسبوك ان شاء الله. طبعا الريتشات قليله، فطبعا ما فيش حاجه تذكر، يعني المبالغ اللي بتوصل لي من اليوتيوب او الفيسبوك حاجه لا تذكر ابدا ابدا ابدا. يعني ما تشجعنيش ان انا اعمل حاجه. فاول لما الاقي فيه عائد مادي ان شاء الله ده هيحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر وبطريقه اكتر. وزي ما بقول لكم انا مش ناسيكم، اكتر ناس هتتفاعل معايا ان شاء الله هعمل لها فيديوهات خاصة ليها هي في الاستوديو بتاعي على تكلفتي انا وفول فري. وممكن نعمل كمان، انا بفكر الفترة اللي جاية الناس اللي عاوزة تعمل فيديوهات زي كده بس بمقابل مادي طبعا، وده حقي، انا مستعد. كل الحكاية ان انتوا تبعتوا لي بس رسائل على الخاص وهنتفق على كل حاجة والشغل والمشهد اللي هم عاوزينه والتكلفة
ومش هحاسب على تكلفة الدولار زي بره يا جماعة. مش هحاسب بالدولار، انا حاسب يعني اللي هنا في مصر عاوز يحاسب على الفلوس المصري احاسبه على الفلوس المصري، مش بنفس تكلفة الدولارز خالص وتحويل عملة والكلام العبيط ده كله. دول الناس عشان الضحكة الجميلة اللي انا شفتها من الشخص المحترم اللي قابلني النهاردة. وان شاء الله لو شاف الفيديو دوت انا بقول له ان انت خليتني سعيد جدا، ان انا حسيت ان انا خليت حد مبسوط الصراحة. وان شاء الله انا عارف ان انا طولت عليكم، والسلام عليكم.